السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الاستاذ هاني رواش، 46 سنه، جاي لنا من كندا. عملوا له عمليه في كندا في مناخيره، الحاجز الانفي، وقالوا له عشان طبعا الشخير والخنقه والكلام ده كله، قالوا له اوعى تعمل اللوز، صح كده؟ نشيل لك الدعامه ونشوف الاخبار ايه بقى، صح كده؟ انت خايف طبعا. مرعوب. مرعوب. الدعامة في 5 ثواني اتشالت، وخد نفسك وقول لي اخبارك ايه؟ النفس فرق شويه. ايه؟ لا خد نفس بجد، انت لسه مفيش. لا، من اول ما كنت بتنفس من بقي، كنت بتنفس من بقي بس. من بقك. ايه الاخبار؟ لا احسن. احسن. اوسع، ولا في حاجه وسعت ولا ايه؟ الحمد لله. اخذا في الاعتبار حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان انت عامل حاجز الانف. للاسف لما دخلنا العمليات وانا قلت له ان احنا هنعيد الحاجز الانفي مره ثانيه، للاسف لقيت الحاجز الانفي يعني معمول منه 5% بس. عشان كده التحسن بتاعك للاسف كان زي ما انت قلت كده مش متحسن. تمام. وطبعا شلنا له اللوز، كانت متضخمه بطريقه غير طبيعيه، سقف الحلق اللي ترهل فظيع. احكي لي بقى انت ايه مشكلتك؟ انا اتكلمت كتير بصراحه. انا كانت مشكلتي كان بيجي لي شرقه ولا نايم بالليل. شرق كام سنه؟ لا بعد بقى كتير. 10 سنين مثلا؟ يمكن اكتر كده. اكتر من 10 سنين؟ كان بيجي لي خرقه شرقه وخنقه، كنت بحس اني بطلع في الروح. كويس. دي اول حاجه كان بيجي لي. تاني حاجه بقى كان صوت الشخير اللي هو عالي جدا، كان محدش يطيقه. ايوه. غير بقى ان كان بيقول لي بيحصل له وانا نايم قطع في النفس. قطع في النفس باختناق. كويس. برضه 10 سنين ولا اكتر من 10 سنين؟ لا اكتر. اكتر من 10 سنين؟ طيب طول فتره ال10 سنين دي عملت ايه؟ قالوا لك ايه؟ يعني ما عملتش الا لما رحت كندا ورحت للدكتور هناك. قال لك ايه؟ رحت لدكتور متخصص في موضوع الشخير ولا دكتور انف واذن؟ فهو ده اللي عمل لي، قال لي انت عندك هنا الحاجه. قال لي ضيقه جدا، قال لي انت بتتنفس ازاي؟ انا مش عارف بتتنفس ازاي. فدخلت عمليه وعمل لي قلت له طب بالنسبه قلت له لا ما ينفعش اعمل اللحميه او اللوز ولا بتاع عشان الشرقه. قال لي ما ينفعش اعمل لك كله مع بعضه. قال لي يعني هتتنفس ازاي؟ لا ما اعمل لك المناخير هتتنفس ازاي وبقك؟ فقال لي كان صعب. السؤال المهم، بعد العمليه عملت العمليه من امتى الاول؟ بتاعت الحاجز عملتها من حوالي سنتين. من سنتين. اتحسنت بعديها؟ لا خالص ولا اي حاجه. ولا كانك عملت حاجه؟ لا. رحت له تاني بقى. ايوه. عشان اعرف موضوع البتاع اذا كنت هكمل بقيه عمليات ولا لا. قال لي لا انت كده خليك على كده احسن. على كده ازاي؟ قال لي خليك زي ما انت يعني كده. قلت له طب اللوز يا دكتور مش انت قلت لي اللوز متضخمه وان هي لازم اشيلها موهيه واللحميه؟ قال لي لا، ما انت ممكن اشيل لك عشان سنك كبير تتعب. انت كام؟ 46 سنه، من سنتين يعني كان 44 سنه. فساعتها رفض ان هو يعمل لي. رفض؟ ما رحتش لحد تاني؟ لا. ما رجعتش لاي مكان تاني؟ لا. عملت ايه؟ جيت لحضرتك. جيت لي خلاص بقى. والله بصوا، يعني شهاده حق وتقدير مش ليا، للدكاتره المصريين. الحقيقه احنا بنشتغل في اصعب الظروف، بنشتغل يعني باقل الامكانيات، مع اننا بنحارب وبنجاهد ان احنا نجيب كل الاجهزه الحديثه من بره، ولكن برضو احنا مع كل هذا يعني بفضل ربنا الدكاتره المصريين من امهر الدكاتره في اي حته في الدنيا. بيحطوا رجليهم في اي مكان في الدنيا، في اكبر مستشفيات الدنيا كلها بيثبتوا نفسهم. ودي الحقيقه شهاده انا بقولها مش عشاني، لا عشان كل الدكاتره اللي انا بشوفهم سواء بره او بيسافروا بره، يعني رافعين راسنا الحقيقه. لا هي بصراحه في دكتوره هناك اسمها هدى، بس دي دكتوره الفاميلي. دي ما شاء الله يعني هي الوحيده اللي انا ارتحت، يعني شو عرفتها السنه دي وارتحت معاها.
دكتوره جراحه. دكتوره فاميلي. دي زي طب الاسره. ما هي دي بتقعد وتتكلم وتواجهك، روح هنا وتعالى هنا وما تعملش كده. فبتعرف انا بتكلم على الجراحات. لا الجراحات لا انا بتكلم على الجراحات. انا عاوز اقول لحضرتك هناك رفضوا يعملوا لي، وانا بعد ما عملت العمليه دي رفضوا. انا كان حصل لي قطعه في الوتر الاكيلس، رفضوا يعملوا لي ليه؟ ما رضاش. ليه؟ قعدني في الجبس سنه، جيت قعدت هنا سنه في الجبس وما عملكش عمليه. قال لي افضل لك كده احسن بدل العمليه ويحصل لك جرح ينتهي يتوسخ وما اعرفش ايه. بقيت ابتسم من هناك على الناس هنا في مصر تخصص في الرياضه والطب الرياضي وكده، قالوا لي ازاي انت لازم تعمل عمليه. طبعا. وهناك رفضت. طبعا. قال لي لا. مره ثانيه يعني انا تحيه لكل الدكاتره المصريين في كل حته في الدنيا، وخاصه في مصر على يعني على الامكانيات الضعيفه جدا والايه والسبورت او الدعم الضعيف جدا ليهم ولينا وليا. ومع هذا احنا هي الامكانيات هناك عاليه. امكانيات ما انا عارف، بس الدكاتره ما بتحسش ان هم. سيبنا بقى من الكلام ده كله، خلينا النهارده. لا انا دلوقتي حسيت. اخبارك ايه؟ دلوقتي احسن. ال10 ايام دول. طب هو الوجع كده راح هيرجع تاني؟ لا. يعني اقدر اكل واشرب كده؟ هتاكل وتشرب طبعا. يعني هو دي اللي كانت دي طبعا كانت عامله لك مشكله طبعا في حلقك كمان. قول لي كان في خنقه في فتره ال10 ايام او شرقه، بالذات الشرقه؟ لا خنقه؟ لا مفيش خنقه. الشرقه بسيط زي الاول. لا انا بعمل نسبه وتناسب. بعمل نسبه وتناسب. لا دي الشرقه دي بتكح، مش انما مش زي الاول. لا احسن بكتير. تقريبا ما حصلتليش يعني الشرقه اللي هي اساسا كانت عامله لك مشكله دي نمره واحد راح، والاختناق وقطع النفس تقريبا راح في ال10 ايام. بصراحه يعني النوم منتظم. صراحه انا بتكلم بصراحه جدا. النوم منتظم بقى، النوم غير الاول. يعني ايه النوم غير الاول؟ يعني بحس ان انا اصحى فايق. انا الاول كنت بصحى من النوم ببقى قاعد اصحى مثلا قاعد بحرك كده بتلاقيني نمت. ده قبل العمليه؟ في ال10 ايام دول. اسالهم بتبقى نايم بتلاقيني ابقى صاحي من النوم وبتاع، واقعد شويه بتاع بقى خلاص فوق ابص الاقي نفسي نمت. ودلوقتي؟ لا دلوقتي لا. مصهلب قاعد لهم. هم بيبقوا نايمين وانا مع نفسي بقى. انت بتنيمهم وتقعد انت مش عايز يعني بتاخد كفايتك بالليل؟ ده بنام بدري واصحى بدري يعني. غير الاول ما كنتش بعرف انام لما النهار يطلع. حاسس ان انت احسن؟ الحمد لله. يعني في ال10 ايام او احنا لسه على فكره لسه قدامنا شهر في التحسن. في تحسن شهر، فيه تحسن اكتر من كده. انت فاكر كده انت اتحسنت؟ لا بس حاسس الدنيا وسعت. ايه؟ حاسس بوسع. حاسس الدنيا وسعت جوه؟ ازاي؟ مش عارف لما بقول عليه حاسس ان لو كان حاجه كده يعني كانت حاجه. على فكره انا مصدقك، بس هسيبك تعبر عن احساسك بنفسك. ايوه انا حاسس الاول كان حاجه ضيقه يعني مش زي دلوقتي. الدنيا وسعت. على فكره انا بسيب العيان يتكلم عشان يطلع التعبيرات اللي هو عايز يقولها بالظبط، وبتبقى فعلا اللي بيقوله هو ده فعلا احساسه ان الدنيا وسعت. ومناخيرك؟ لا مناخيري دلوقتي في فرق كبير. انا هنا ما كانش فيه هوا بيطلع. دلوقتي الحمد لله. انت تعبتني جدا في العمليه، خد بالك. ساعتين ولا ساعه ونص. معرفش. كسرت ظهري يعني زي ما بيقولوا، بس مش مشكله. ربنا يبارك لك. يعني انت بتجيلي النهارده والاقيك كويس كده بالدنيا. ربنا يبارك لك. جزاك كل خير. الله يكرمك. الحمد لله على سلامتك يا استاذ. الله يسلمك. انا عايزك تقول جمله واحده. يعني بشكر حضرتك على التعب. لا مش شكر، سيبك مني انا خالص. يعني بقول الحمد لله ان عرفنا اخيرا جينا للدكتور، والحمد لله قدر يوفقنا اللي هو فيما هو احسن لينا، والحمد لله نشكر الله ونشكره الحمد لله على كل شيء. تقول ايه بقى لاي حد عنده تعب زيك جوه مصر او بره مصر؟ لا ارجو ان هو يتوجه للدكتور الصح. أيوة هو المتخصص بالظبط في اللي هو رايح له، عشان ما يقعدش يلف كتير ويتعب كتير زيك بالظبط كده. وفي الاخر بقيت كويس الحمد لله. الحمد لله نشكر الله. الحمد لله على سلامتك، وده فضل من ربنا علينا وعلى عياننا وعليا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.